وعشان المود الأول لازم نتذكر فترة من ما قبل التاريخ، وهي فترة الديناصورات، وكائنات شرسة متوحشة عاشت في هذاك الوقت. وعشان يعني نخلد التجربة مع كائنات زي هذه دايما نلاقيها في الألعاب زي لعبة أرك. بس المحبين ماينكرافت لقيت لكم هذا المود الأسطوري اللي ما في أحسن منه تقريبا يعني للجوال، وهو راح يعجبكم بشكل أسطوري، اسمه Prehistoric Life. عشان هيك بلا ما أطول عليكم وخليكم مع استعراض المود. ورجعنا بالمود الثاني، وهو مود باك زومبي لماينكرافت الجوال. وطبعا هذا الشيء من اختصاص أحمد باشا، لأنه سوى عدة سلاسل عن هذا الشيء ومواجهة زومبي، وكانت مرة أسطورية. عشان هيك فكرت أني أجيب لكم مود يشبه هذا المود، مو زيه 100%، بس كمان يظل مود أسطوري للجوال، وإن شاء الله يعجبكم. وبلا ما أطول عليكم، يلا نبدأ في استعراض المود. ورجعنا بالمود الأخير، وهو مود الويذر ستورم، أقوى بوس في ماينكرافت بلا منازع، حيث أنه كتير من اليوتيوبرز قاموا بمواجهة هذا البوس القوي وقدروا أنهم يهزموه. بس هو مو بهذيك السهولة عشان تقدر تهزموه، لأنك لما تضيفه على عالمك أنت تضيف تحدي مرة كبير على اللعبة بسبب المهارات اللي يمتلكها وحجمه الكبير، لأنه يعتبر نسخة من الويذر بوس. وعشان هيك جبت لكم مود هذا الوحش القوي للجوال. ويلا نبدأ استعراض المود.
وهيك نكون كملنا مقطعنا اليوم. لا تنسون تسوون لايك واشتراك، وإذا كان ودكم أكمل لا تنسون تدعموني باللايك والاشتراك زي ما قلت. وهذا كان كل شيء، مع السلامة. إيش رأيكم في المونتاج بالله؟